يدوب الأنفاس واصلة لما الضي يهرب من الحيطان والليل يفرض هيبته. السكوت مش دايما أمان، أحيانا بيبقى دعوة. أنا محمد طارق وجنبي محمود نجدي في حكايات نص الليل. احنا بنفتح الأبواب اللي الكل بيخاف فيها. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية نص الليل. معايا النهاردة محمود نجدي وجايبين لكم قصة من أتقل القصص اللي عدينا عليها. محمود جاهز؟ جاهز يا فنان. بس قبل ما نبدأ في حاجة غريبة حصلت وأنا داخل الاستوديو. الباب الخارجي كان مفتوح والمبنى كله نوره مطفي. انت جيت قبل بكتير؟ لا يا عم، أنا لسه واصل قبلك ب10 دقايق بس. تلاقي البواب نسي يقفل. المهم شغل المايك وخلينا ندخل في الموضوع. ايه التشويش ده؟ انت ظابط الميكسر كويس؟ طبعا أنا هظبط كل حاجة. استنى لما أرجع التراك من الأول. احنا مش اتنين في الاستوديو، احنا تلاتة. احنا اللي تلاتة. قاعد على المايك التاني ده مش محمود. اللي قاعد على المايك التاني ده مش محمود. محمود ايه التسجيل ده؟ انت سجلت حاجة من ورايا؟ تسجيل ايه يا فنان؟ انا ممسكتش المايك من ساعة ما دخلت. امال مين اللي بيتكلم في التراك؟ ومين اللي قاعد قدامي دلوقتي؟ انت فاكر انك طلعت من البيت النهاردة اصلا؟ افتح عينك يا فنان، انت لسه نايم في البيت. وانا مش محمود. ايه ده؟ محمود بيكلمني. الو محمود، انت فين؟ يا فنان افتح الباب بسرعة، انا واقف بره الاستوديو في الشارع والمطر نازل بغزارة والمبنى مقفول بالجنزير. في حد شغال جوه الاستوديو بصوتي وصوتك. محمود بره وانت جوه، والتسجيل لسه مخلص.